حكايتنا بتبدأ مع جيرلد ومراته جيسي وهما بيجهزوا شنطهم ومتحمسين جدا عشان يقضوا أسبوع أجازة في بيتهم اللي في الريف بعيد عن الصداع بتاع المدينة. جيسي بتختار هدومها بعناية لكن جيرالد بياخد معاه في الشنطة كلبشات حديد عشان ناوي يستخدمها في ليلة خاصة، عايز يكسر الملل اللي دخل حياته هو ومراته. وهما في الطريق للبيت بيسمعوا خبر في الراديو عن جريمة اقتحام وسطو على مقبرة المقاطعة، لكنهم مش بيهتموا بالخبر خالص. وفجأة بيشوفوا في نص الطريق كلب ضال ضعيف وهزلان في نفسه واقف بياكل في بقايا حيوانات ميت بشكل يوجع القلب. جيسي بيصعب عليها الكلب جدا وبتحس بحزن شديد، لكن جيرالد بيكمل طريقه مش بيهمه ومش بيهتم بمشاعرها. وبيوصلوا للبيت المنعزل وبيقفلوا عليهم وبينزلوا حاجتهم. جيسي بتروح تتفرج على المكان وتستمتع بمنظر البحر والهدوء اللي موجود حواليها، وبتحس بسلام نفسي وبتقول أنا جاي هنا أستجم. قبل ما تبدأ الأحداث المرعبة بتدخل جيسي المطبخ وبتلاقي إن جيرالد مجهز التلاجة في خزين يكفي أسبوع. بتلاقي قطعة لحم كبيرة وبتقرر تخرج قدام البيت وتصفر للكلب اللي شافوه في الطريق. وفعلا الكلب بيجيلها وبترميله حتة اللحمة عشان ياكل. في اللحظة دي جيرالد كان جوه البيت بيجهز نفسه وبياخد الحباية الزرقاء عشان يجدد طاقته للعلاقة اللي قاعد يخطط لها بقاله أسبوع. بيدور جيرالد على جيسي وبيلاقيها بتأكل الكلب فبياخدها وبيدخلوا جوه. كان في زحمة اللحظة بيسيب باب البيت مفتوح لأنه كان منغمس في حاجة تانية. بيبدأ جيرالد ينفذ خطته اللي كان بيخطط لها بقاله أسبوع وبيكتف إيد جيسي في قلب السرير بالكلبشات الحديد وبيقول لها إن ده علاج لجوازهم المنهار ولازم يجربوا حاجات جديدة. وبيبدأ يتقمص شخصية سادية ومخيفة. جيسي بتبدأ تترعب من نظراته وبتاخد بالها من علبة المنشطات اللي في جيبه. جيسي بتطلب منه بجدية إنه يبطل اللعبة ديت لأنها مش مبسوطة ومش مرتاحة، ويجيب المفتاح من على الحوض ويفكها فورا. لكن جيرالد غرقان في الدور وبيرفض وبيرسم ابتسامة غريبة على وشه. جيسي بتتنرفز وبتتعصب وبتحاول تبعده عنها بكل قوتها. وفجأة جيرالد وشه بيتغير وبيحس بألم قاتل في قلب كتفه الشمال، بيبدأ ينهج بصعوبة جدا وفجأة بيقع بكامل قوته فوق جيسي. جيرالد مات بنوبة قلبية مفاجئة لأن الحباية كان مفعولها يزيد وخد جرعة زيادة. جيسي بتتحبس تحت جثة جوزها وبكل صعوبة بتحاول تزقه لحد ما بيقع من على السرير للأرض، وبتبدأ تصرخ عشان تستنجد بأي حد. لكن البيت زي ما قلنا إن هو في منطقة معزولة تماما ومحدش هيسمعها. وبتاخد بالها إن جيرالد وهو بيقع اتخبطت راسه ونزل دم كده على الأرض، وده اللي بيخلي جيسي تترعب أكتر وقلبها فجأة بيبدأ يدق جامد. وبعدين فجأة تسمع صوت غريب، صوت خطوات بره البيت. بتفرح وبتقول إن هي أخيرا هتستكمل اللي هي فيه. بتبدأ تنده بأعلى صوتها، لكن الصدمة إن اللي دخل من الباب المفتوح هو الكلب اللي أكلته الصبح. الكلب بيقرب من جثة جيرالد وبيبدأ يشرب في دمه. جيسي تفهم إن ريحة الدم قوية جدا هي اللي خلته يجي. بتحاول تزعل الكلب وتخوفه لكن الكلب بقى متوحش وبدأ يعض في دراع جيرالد ويقطع منه حتة حتة. جيسي توصل لكلب بالعافية على الرف وترميه على كلب عشان تبعده، وفعلا الكلب بيبعد شوية. ومن كتر الضغط العصبي اللي جيسي دخلته بدأت تتخيل إن جيرالد فاق وبدأ يلومها وبيقول لها إن هي السبب في دخول الكلب دوت، وبيقول لها إن هي السبب في دخول الكلب عشان أكلته اللحمة الصبح. وسط الخيال ده بتدرك جيسي إن كل ده تهيؤات من عقلها وإن جوزها لسه جثة حامدة. جيرالد اللي في عيالها بيفضل يكلمها بلهجة محبطة وبيفكرها إنهم متجوزين بقالهم 11 سنة وهي كانت دايما مستسلمة. خيال جيرالد بيقول لها أنت بقالك ساعات متكتفة ومستسلمة، بقالك قد إيه ما سمعتيش صوت أنفاسي. وبيبدأ يضحك عليها وبيسخر من صرخاتها. بيقول لها ان هي احضرت ساعات في الصمت والهروب لعقلها اللي بدأ يفقد السيطرة، وان الكلب اللي بياكل جثته دلوقتي هيجي عليها الدور وياكلها هي كمان وهيجي عليها الدور لو ما قدرتش تحرر نفسها. بيفكرها جيرالد انها بتشرب بقالها 5 ساعات وهي عارفة كويس ان مفيش حد ساكن هنا. جيسي بتغرق في خيالها وبتحلم انها قدرت تكسر الكلبشات وعمود السرير وتقف على رجليها، لكن جيرالد الخيالي بيصدمها بالواقع وبيقول لها انت كده اتجننتي، مستحيل ايدك تخرج من الحديد ده وعمود السرير أقوى من قوتك الضعيفة. جيسي بتكلم نفسها وبتحاول تفوق من حالة الإنكار والرعب اللي هي فيها. بتبدأ تاخد نفس عميق ولما بتفتح عينيها بتلاقي التخيلات دي اختفت، لكنها بتشوف تليفون جيرالد مرمي بعيد عنها شوية وبدأ يظهر لها نسخة تانية من نفسها بس وهي متحررة، اللي بتقول لها لازم تفضلي عايشة. الإنسان ممكن يعيش 3 أيام من غير مية ومن غير أكل ومن غير شرب، حاولي توصلي لأي حاجة تشربيها. وبيحصل حوار نفسي طويل بين جيسي ونسختها الحرة عن حياتها مع جيرالد والمنشطات اللي كان بياخدها. بتفتكر ان جيرالد ساب كوباية المية على الرف اللي فوق راسها على طول. بتبدأ تحرك الرف بكل قوتها وبتحاول تميل الكوباية عشان تمسكها، وبتشوف خيال جيرالد عمال يضحك عليها بسخرية كأنه بيتحداها.
جيسي بتكتشف إن الكوباية مش بتوصل لبقها بسبب إن الكلبشات قصيرة. نسختها الخيالية بتنصحها ترجع الكوباية مكانها بدل ما تقع وتتكسر وتخسر المية الوحيدة اللي قدامها دلوقتي. الكلب بيرجع يكمل أكل في جثة جوزها، ونسختها الحرة بتقويها وبتقول لها لو استسلمتي هتكوني وجبة الكلب الجاية وهتبقي جنب جوزك مرمية على الأرض. بتفتكر جيسي إنها ممكن تستخدم ورقة القميص اللي لابساه، بتلفها زي الشفاطة وتقدر بمعجزة إن هي تشرب جزء من المية وبتشيل الباقي الوقت تاني. بتغرق في النوم من التعب، ولما بتصحى بالليل على صوت غريب بتشوف شخص ضخم ومرعب دخل من البلكونة شايل صندوق فيه عظم ومجوهرات وبيقرب منها ببطء. بتقفل عينيها وتقنع نفسها إن ده مجرد كابوس، ولما بتفتح عينيها بتلاقيه اختفى. لكن خيال جيرالد بيظهر تاني وبيقول لها ده ممكن يبقى حقيقي، وهو ناوي يعمل فيك اللي هو عايزه لأنك مربوطة قدامه زي الفارة في المصيادة. بتنام تاني وبتحلم بطفولتها لما باباها كان بيناديها بقلب، وبتحس بوجع قديم من رحلة قديمة قضتها في البحر. بتفتكر إنها في الرحلة دي تعرضت لموقف بشع من والدها، وإن والدها كان بيتحرش بيها. وبتفوق من النوم وهي بتصرخ من وجع إيديها اللي اتخدرت من التكتيف طول اليوم. عقلها بيبدأ يحلل حياتها، وبتكتشف إنها هربت من أبوها عشان خاطر تتجوز راجل شبهه بالظبط، محامي كبير في السن مسيطر عليها وبيهمشها دايما. وحتى لما حست إنه بيخونها فضلت ساكتة، بتلوم نفسها على صمتها السنين دي كلها. وبتفتكر الكابوس اللي شافته وهي صغيرة اللي كان شبه الراجل المرعب اللي زارها في الأوضة. خيال جيرالد بيسألها بوبس انت متأكدة ان ده كان كابوس مش حقيقة؟ جيسي بتنهار وبتطلب من خيالاتها انها تختفي، وبتبدأ تفكر في تفاصيل الحادثة اللي حصلت مع باباها وازاي اجبرها تخبي السر ده عن مامتها. بترجع للواقع بتلاقي الكلب بيحاول يعض رجلها، بتبعده بصعوبة. خيال جيرالد بيفضل يحبطها وبيقول لها محدش هيدور عليكي واصحابك مش هيلاقوا، والشرطة لما هتيجي هتلاقيكي جثة، هيشرحوك ويعرفوا انك مت من الجوع والعطش، وهيلاقوا عظمة ناقصة من جسمك هتكون مع الراجل اللي زارك بالليل اللي بيجمع تذكارات الموت. جيسي بتاخد قرار بطولي وبتكسر الكوباية اللي على الرف وتعور نفسها على القاز، والدم بيغرق مكانه وبيخلي ايديها تتزفلط. وبكل قوتها وهي بتصرخ وبتألم من الوجع بتبدأ تسحب ايديها من جوه الكلبش الحديد. جلد ايديها بيتقشر وبيقع، لكنها بتنجح في الاخر انها تحرر ايد واحدة. تقوم بالعافية وبتاخد مفاتيح الكلبشات وبتفك الايد التانية. بتحاول تهرب قبل ما الرجل الضوء القمر يرجع تاني، لكنها بيغمى عليها من كتر الدم اللي فقدته. بتصحى على منظر الكلب وهو بياكل جثة جيرالد. بتقوم وتخرج من الأوضة وبتقابل الراجل المرعب وش لوش. بتمسك قوتها وبتقول له انت مش حقيقي، انت مصنوع من ضوء القمر، وبتديله خاتم جوزها وبتمشي ببطء عربيتها. وهي سايقة بيغمى عليها وبتعمل حادثة وبتدخل في شجرة، لكن ناس قريبين بينقذوها بعد مدة. جيسي بتبدأ تتعافى وعملت عمليات زرع جلد في ايديها. بتحكي ان شركة جيرالد خبت تفاصيل الحادثة عشان الفضيحة، وانها استلمت فلوس التأمين، لكن ذكريات راجل ضوء القمر لسه بتطاردها في احلامها. جيسي بتقرر تفتح منظمة لدعم الضحايا، وبعد 6 شهور بتكتشف الصدمة الكبرى. الصحف بتنشر صورة سفاح اسمه ريموند أندرو، وهو نفس الراجل اللي شافته في البيت. بتروح جيسي المحكمة عشان تواجهه وتبصله وبتقول له انت مش حقيقي، انت مصنوع من ضوء القمر. بتخرج من القاعة وهي حاسة انها اخيرا بقت حرة، وبتكمل حياتها وهي متخلصة من كل الكلبشات اللي كانت مكتفاها.